يا مساء الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى المسلمي. النهارده بنعمل مع بعض بقى حاجه حلوه كده وسهله وسريعه. بصوا تحفه، في اقل من 5 دقايق هنكون عاملينها. ممكن نسميها ايه؟ ام علي الكدابه مثلا. يلا بينا اوريكم عملت الطاجن التحفه ده ازاي. وبصوا سخن كده وبيدفي. يلا بينا اوريكم الطريقه بسرعه. بصوا بقى، انا هنا اشتريت كيلو من اللبن، وبرده مش هستعمله كله. معايا ايه ده؟ وش اللبن قشطه كده بحوشها، و5 6 معالق سكر كده كبار، و3 فطاير من الفرن. وانتي بتجيبي كيلو اللبن، عدي على الفرن هاتي فطيرتين 3 كده، وهنعمل بيهم احلى حاجه حلوه بسرعه ومش هتكلفنا كتير. وبصوا هتطلع تحفه. هنقطع بقى الفطير كده زي شفتوا ما بنقطع العيش للحواوشي. هنقطع بقى الفطير كده. وايه يعني، الفطير يستحسن لو كان بيت يا تبقى عظم عشان يبقى ناشف سيكة كده. انا هنا ما استخدمتش ال3 فطاير، انا هنا ايه استخدمت الفطيرتين بس. هنشيل بقى دي على جنب، ممكن نبقى نعمل منها طاجن صغير او حاجة. هنا ايه هنقول ايه، حوالي مثلا 5 معالق سكر كبار كده. هنحطهم في الطاجن وهنقلب بقى لبن سخن. اللبن يبقى سخن عشان يدوب السكر معانا بسهولة ويطري برضو الفطير. تمام. هنقلب كده. بصوا هنا حوالي ايه 2 كوباية من اللبن كده او اقل. هننزل بيهم ايه بالفطير. احنا هنا قلنا استخدمنا ايه فطيرتين. هننزل بيهم كده زي ما انتوا شايفين في الطاجن. وبعدين ايه هننزل بحبة لبن كده 1 كوباية كمان. يعني ممكن الطاجن ده كله ما كملش 2 كوبايتين ونص. وهندوق بقى كده ونشوف السكر مظبوط ولا لا. يعني بعد ما هنقلب كده الفطير هنشوف بقى هل السكر مظبوط ولا لا. بصوا انا هنا حسيت لا، كان عايز سكر شوية كده. حطيت ايه بتاع 2 معلقة كبار كده. وهنقلب حلو قوي كده. بصوا نفس طريقة ام علي، بس طبعا ولا ميفيه ولا رقاق، يعني بالفطير. بس طلعت رهيبة، طعمها تحفة جدا. انا هنا برضو هاخد ايه، مش هكتر من القشطية، معلقة واحدة بس. بصوا كل حاجة في البيت لما كل يوم نجيب لبن نشيل الوش هينفعنا كده. وهندخل بقى الطاجن اللي انتوا شفتوه ده ياخد وش بس كده في الفرن، مش اكتر من كده. وهنعمل بقى طاجن صغير بنفس التكنيك. بس هنا انا مش هحط على وشه قشطه، هحط ايه حبه لبن كده اكنهم يعني قشطه ماشي، عشان هي الوصفه دي كدب في كدب. بس بصوا بقى خد وش وبقى رهيب ازاي. طعمه كان تحفه، كان حلو جدا. ويعني وهو بيتحدث عن نفسه، مش محتاج ان انا اقول عليه. بجد جربوها هيعجبكم جدا ومش مكلف خالص. بصوا ده الطاجن الصغير من غير قشطه، بس خد برضو وش حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده. عايزين تحطوا قشطه حطوا، عايزين تدخلوه انا وريتكم الطريقتين. عايزين تدخلوه كده من غير قشطه، او مثلا ما عندكيش قشطه ومش عايزه تجيبي، دخليه كده برضو هيطلع حلو قوي رهيب يعني. الفرن بقى بيديله كده طعم غير فطير باللبن خالص. بيديله بقى طعم رهيب كده تحفة يعني. بجد اتمنى تجربوه يعجبكم. بس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة.